كحك العيد الناعم البيتي. مهما اشتريتي من بره كحك حتى لو ب2000 جنيه مش هيبقى زي البيتي ابدا. طريقة الكحك واحدة ما فيهاش تغيير وسهلة جدا، بس في كام نقطة لازم نخلي بالنا منها قوي عشان الكحك ما ينشفش منك ويطلع ناعم. كل كيلو دقيق عليه نص كيلو سمنة وهيطلع ناعم وجميل معاكي. في ناس بتزود عن كده السمنة وده بيطلع بيلزق في البق وناعم قوي مش بيبقى حلو. نوع السمنة لازم تستخدميه يكون كويس، طبعا ما ينفعش لا زبدة ولا زيت. ونيجي للنقطة بقى اللي عاملة جدل كبير، في ناس بتعمل الكحك على البارد وناس بتعمله على السخن. يعني ايه على البارد؟ يعني السمنة تبقى باردة من غير ما تتقدح. والسخن طبعا السمنة بتسخن لحد ما تقدح. البارد دوت لو هتعملي كيلو دقيق ولا حاجة او 2 كيلو بس، هو اسبوع اسبوعين بالكتير وتلاقي الكحك طعمه غير وزرنخ. انما على السخن بيفضل قاعد معاكي فترة كبيرة، خصوصا لو كمان بتعملي كميات كبيرة. واحنا النهاردة هنعمل كمية قليلة بس برضه هنعمله على السخن لانه بيبقى طعمه ألذ واحلى من البارد كتير. انا هعمل النهاردة 2 كيلو دقيق وهكتبلك في صندوق الوصف المقادير بالمظبوط لكل كيلو. ربع كوباية من المية الدافية هدوب فيها باكت خميرة فورية. المية تكون دافية بس يا جماعة علشان الخميرة ما تموتش. ونحط عليها 3 معالق صغيرين من السكر. هنقلبهم كويس ونسيبهم على جنب يتفاعلوا عشان الخميرة تفور معانا. عندي كيلو من السمنة، انا استخدمت سمنة جنة جميلة وريحتها حلوة. 2 كيلو دقيق حطيت عليهم رشة ملح كده خفيفة، و6 معالق كبار صغيرين من ريحة الكحك. الكيلو بياخد 3 معالق، انا حطيت 6 بس اتقطعت في الفيديو. هنقلبهم مع بعض كويس عشان كلهم يخشوا في بعض ونعمل حفرة في النص. انا كنت حاطة السمنة تقدح على النار على ما انا اعمل المكونات الجافة. هنا السمنة حطاها على النار عشان تقدح. طب هنعرف ازاي ان السمنة قدحت؟ هحط فيها لقمة عيش صغيرة، واول ما اللقمة تتحمص وتبقى لونها ذهبي شوية كده يبقى كده السمنة قدحت. في ناس في الخطوة دي بتحط السمسم في السمنة ما بتحطوش مع الدقيق، بس انا مش بحب اعمل كده. واول ما السمسم برضو ياخد لون ذهبي يروح يبقى كده السمنة اتقدحت. هعمل هنا حفرة صغيرة في وسط العجين واحط 6 معالق كبار من السمسم. وهنزل عليهم بالسمنة المقدوحة. السمنة المقدوحة هنا هتحمص السمسم، مش هتخليه لونه ذهبي غامق يبقى باين قوي في قلب الكحك، بس هتخليه جميل. خلي بالك في المرحلة دي ما يبقاش في اي اطفال حواليكي ولا حد صغير علشان المرحلة دي خطر جدا. بمعلقة خشب هقلب المكونات كده على بعض. قلبيهم بالراحة خالص وتخلي الدقيق كله يلف حواليه السمنة كلها تبقى دخلت على الدقيق كله. اخر حبة سمنة خلاص كده حطيتهم. هنقلب كويس عشان عايزين كل حبة الدقيق تتشرب بالسمنة. عندي الخميرة ورا هنا فارت خالص اهيت. هنقلب مدة من 2 ل3 دقايق لحد ما السمنة تهدى خالص علشان نقدر ان احنا نحط ايدينا في العجين وان احنا نبسه. والبس دوت اهم خطوة جدا في الكحك، ان احنا نشرب حبات الدقيق كلها بالسمنة عشان ديت اللي تخلي الكحك ناعم. هنفضل نقلب كله مع بعضه. عايزه اقول لكم ان كيلو الدقيق بياخد كوبايه الا ربع سوائل، يعني ربع كوبايه اللي متدوب فيها الخميره ونص كوبايه ميه او حليب. في ناس بتحب تستخدم ميه وفي ناس بتحب تستخدم حليب، الاتنين نتيجتهم واحده. يعني تحطي اللي انت عايزاه، عندك ميه حطي، عندك حليب حطي، بس الكيلو كله على بعضه بياخد له 3/4 كوبايه ميه
او 3/4 كوباية حليب، اللي هي ربع منهم خميرة ونص منهم مية او حليب. عندي هنا خلاص العجينة بردت، هي ما بردتش قوي يعني. بس هنبدأ بقى نبس. هو ده الطريقة بتاعت البس، تمسكي كل حبة عجين وتقعدي تفركي فيهم كده علشان يشربوا السمنة اللي فيهم. بعد ما هدا خالص معايا وخلصته كله، شايفة العجينة ناعمة ازاي وطرية. كل حبات الدقيق شربت السمنة. هنزل بقى بالخميرة واجيني كويس عشان الخميرة توصل لكل حبات الدقيق، كل العجين كله يشرب خميرة. طبعا انا استخدمت 2 كيلو دقيق، فهحط كوباية كاملة من الحليب. زي ما قلت لك تقدري ان انت تستخدمي مية عادي. هتعملي ايه لو العجين نشف منك؟ لو بعد ما خلصتي العجين وعجنتيه وطرى بقى جميل وغطيتيه وسبتيه وجيتي تستخدمي لقيتيه ناشف، حبة مية صغيرين خالص او حبة حليب ربع كوباية كده يدوب، تروحي دعكاهم بيه، مش ازيد من كده عشان العجين ما ينشفش. هو ما بيحبش السوائل الكتير، بس عشان نوع الدقيق لازم تستخدمي نوع دقيق يكون كويس، خاص بالكحك والبسكوت والحاجات العيد دي، علشان ما يشربش منك سوائل كتير. العجينة هنا بقت جميلة معايا، هو ده القوام اللي انا عايزاه. هغطيها بكيس واغطيها بفوطة واسيبها تخمر عشان تخمر شوية عشان ترتاح، وجهز بقى الصواني والحاجة والمناقيش اللي احنا هنعمل بيها. لازم تغطيه علشان العجين ما ينشفش منك. بس خلاص بدأنا بقى ان احنا نشكل العجين. عندي ماما هنا بتحشيه ملبن وعين الجمل، دي مهمة ماما، هي تحشلنا واحنا ننقش. ربنا يديها الصحة يا رب ويشفيها. حشيناه ملبن وعين الجمل، تقدري تحشيه عجوة، تحشيه مكسرات، ملبن بس اللي يعجبك. احنا بنعمل الكحكاية صغيرة قوي، يا دوب اللي هي ما تقعديش تقطمي منها على بق واحد. المنقاش بقى والنقش بقى وايامنا ايام زمان الجميلة. دي نقشة من النقشات، دي نقشة تانية. عملنا بالمنقاش كمية، وعملنا بالمكبس. المكبس بتاع المعمول برضو طلع جميل، بس احنا لازم ننقش برضو مهما كان. فرحة تانية النقش ده. هنا المكبس اهوت، كنت بعمل عجينة كوره واضغط بيه يعمل اشكال. عملنا على الصواني وطلعت الصاج بتاع الفرن وعملنا عليه. ما شاء الله طالع جميل وسهل بقى، اللي ما بيعرفش ينقش يعمل بالمكبس. هنا الحمد لله خلصناه كله، وبتسيبيه بقى يخمر حوالي ساعتين ولا حاجة. لما تلاقي العجينة رفعت معاكي تبدأي ان انت تدخليه الفرن. بالظبط انا كنت عاملة الفرن على درجة حرارة وسط، بالظبط كل صينية خدت نص ساعة. واشغل الشواية تاخد لون خفيف عليها من فوق. طالع ناعم وجميل، والتسوية بتاعته جميلة ومظبوطة. بجد بجد الطريقة دي تحفة. الناس اللي بتخاف تعمل كحك في البيت وتخاف تبوظ منها، امشي ورايا الطريقة ديت هتعمليه. انا بعمله في البيت على طول، ما بشتريش. له فرحة تانية في البيت. كل سنة